شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخيرة من برنامجكم هدى للناس لهذا العام 1444 شهر رمضان المبارك، ليلة 29 من رمضان. هذه هي الليلة الأخيرة من هذا البرنامج. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الختام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. مشاهدي الأكارم والمشاهدات الكريمات، عشنا معكم أياما طيبة نتذاكر فيها ونتدارس كتاب الله عز وجل من أجمل حلقات قناة سلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقات المباركات. واليوم هي الحلقة الأخيرة، وسوف نتحدث فيها عن بعض الأمور، منها كيف نودع رمضان، ومنها أيضا كيف نستقبل العيد، ومنها كيف نكون متقين لله عز وجل حتى يأتينا اليقين. فالمؤمن دائما يعيش في رحمات الله عز وجل. فبعد رمضان شرع الله لنا صيام 6 من شوال، وبعدها تدخل الأشهر الحرم، فيدخل الحج بكافة عباداته وبكافة فضائله وأجره وحسناته. وما أن ينقضي تنقضي أشهر الحج ويأتي العام الجديد إلا ويأتي شهر الله الحرام الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان. وهكذا المؤمن يتنقل من رحمة إلى رحمة ومن فضل إلى فضل حتى يلقى ربه. سنعيش هذه الأجواء في هذه الحلقة الختامية، وسوف نترك للمشايخ المحاور التي هم يريدون أن يحدثونا عنها. باسمكم جميعا أرحب بالشيخين الجليلين الدائمين حفظهم الله وثقل الله موازينهما عنده سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ حسن سلمان وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله. أكرر شكري وتقديري لهذين الشيخين الجليلين اللذين كان معنا، كما لا يفوتني أن أشكر صديق العمر الشيخ عبد العزيز بن عطاء، ومن كان معنا في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ محمد خير، والشكر موصول لكم. أشكركم قبل بداية الحلقة، وأشكركم بعد نهاية الحلقة، وأشكركم ما دامت أرواحكم موجودة، وأشكركم حتى لو متم ولحقتم إلى ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. اللهم لك الحمد مرة أخرى وثالثة إلى ما لا نهاية. شيخ حسن حياكم الله. أهلا وسهلا. شيخ محمد عبد الله حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا. شيخ حسن، سمعتم مقدمة الحلقة، المجال بين يديكم، كيف نختم هذا الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل ما صمناه وما قمناه وما كان منا خلال هذه الفترة متقبلا عنده سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بالقبول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هم القبول بعد أداء الصيام،
يا سلام. يعني كان يشغلهم هل تقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك أم لم يكن ذلك مقبولا. يا سلام. وهنا حقيقة يحضرني يعني موقف عائشة رضي الله عنها وهي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو بعض الآيات. نعم. يتلو بعض الآيات يعني تختم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. فكانت تظن أمنا عائشة رضي الله عنها بأن هؤلاء أهل المعاصي والذنوب، يعني هم يرتكبون المعاصي والذنوب ولكنهم يخافون. قال لا يا عائشة، ولكنهم أهل صيام وأهل قيام وأهل صبر وأهل جهاد، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل الله منهم. نعم صحيح. والسبب في ذلك يعني القبول مرتبط أيضا بغاية الصيام، يعني أن الله يتقبل منا أو لا يتقبل منا. الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فالقبول لأهل التقوى. فالإشكالية كلها السؤال المركزي الذي يجب أن نسأله لأنفسنا: هل استطعنا في هذا الشهر المبارك أن نبلغ الغاية التي كان منها هذا الشهر أو كان من أجلها فريضة هذا الصيام لعلكم تتقون؟ فإذا استطعنا أن نحقق التقوى وبلغنا هذه المنزلة فبإذن الله سبحانه وتعالى القبول قاب قوسين أو أدنى، ليست هنالك مشكلة. ولكن إذا كان الإنسان لم يبلغ بصيامه هذه الغاية فالأمر فعلا فيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الجنة للمتقين وكتب القبول للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فأولا يعني أنا النقطة اللي أحب أقيف عليها: هل فعلا الإنسان استطاع في هذا الشهر أن يبلغ مبلغ التقوى؟ وحتى يعرف الإنسان أنه بلغ هذه المنزلة أو لم يبلغ، التقوى هي حالة ديمومة واستمرار على الاستقامة. يا سلام. أي يعني أنت دارت. وهذا هو السؤال التي كنت أود أن أسألكم به: علامات القبول، ما هي علامات القبول؟ يعني أهم قضية أنه أنت والله ما كنت عليه في رمضان من استقامة، من وقوف عند حدود الله، من التزام صارم وحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إن استطعت أن تستمر على ذلك فأنت إن شاء الله على خير وعلى هداية. لا أتكلم هنا حرفيا، يعني لا أتكلم عن والله أن يكون قضية القيام والصيام، لا، إنه والله مثلا الحد الأدنى في أن الإنسان يسمى مستقيم. وأهم ذلك اجتناب المحرمات التي حرمها الشارع، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا بلغت هذا المستوى في شهر رمضان خرجت بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الشهر وأنت دخلت في هذه الطائفة التي تجتنب كبائر الذنوب والفواحش. وقد تقع في الصغائر، قد تقع إلا اللمم هذا يقع من كل إنسان. فأنت بإذن الله سبحانه قد وفقت وحررت لك شهادة النجاح في شهر رمضان. الله. لكن إذا كان الإنسان دخل إلى هذا الشهر وكان في أثنائه مستقيما، وكان عنده قبل رمضان من الذين يقعون في الكبائر مثلا، ثم عاد إليها مرة أخرى، فهذا يدل على أنه لم يبلغ مبلغ التقوى المرادة من الصيام، وبالتالي أمره في قضية القبول أيضا يكون محل إشكال. هنا آخر سؤال شيخنا. نعم. درجات المتقين. المتقين أنا عموما كنت دائما أقسمها إلى 3 درجات: درجة تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان. يا سلام. يعني المنازل التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. هذه هو الدين. الدين إسلام وإيمان وإحسان. فالمستوى الأول في التقوى هو تقوى الإسلام، والمستوى الثاني في التقوى تقوى الإيمان، والمستوى الثالث هو تقوى الإحسان. هل عندك دليل؟ دليلي هو يعني أولا التقسيم الاستقرائي للدين والنص اللي موجود في حديث البخاري أو الحديث. أحسنتم. أعتقد لكن آية النساء دائما كنت أستدل بها، يعني وآية النساء التي تكررت فيها مسألة التقوى: اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. هذه آية المائدة. هذه آية المائدة. أحسنت. آية المائدة عند رجوعي إلى المفسرين وجدت أنهم يميلون إلى هذا التقسيم، يميلون إلى أن هذه التقوى المتكررة. طيب قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذه قضية أيضا ما تدخل في هذا؟ يمكن أن تدخل في ذلك.
يمكن أن تدخل في ذلك. فمنهم ظالم نعم. لنفسه. فتقوى الإسلام فيها الظلم للنفس. أيوة. تقوى الإسلام يمكن يعني لأنه خرج بتقوى الإسلام خرج من الكفر. نعم. أهم جزئية في تقوى الإسلام أنه خرج من الكفر ودخل إلى دائرة إيه؟ الإسلام. دائرة الإسلام. وهذه الحد الأدنى الذي يؤهلك للجنة. حد الأدنى. دائرة الكفر. خرجت من دائرة الإسلام. أيوه. دائرة الإيمان. أيوه. دائرة الإحسان. نعم أحسن. الله يجعلنا وإياكم من المحسنين. آمين. فسبحان الله دائرة مجرد أن خرجت من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام بصدق استحقق يعني حصل الاستحقاق أنك تدخل الجنة. يا سلام. يعني تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولو كان عندك جزء من التقوى. نعم لأن النبي قال من يعني يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا يبقى في جهنم من كان فيه هذا المستوى من سبحان الله. نعم. بارك الله فيكم شيخ حسن على هذا البيان. مشاهدينا الكرام الآن سنترجم هذا الكلام باللغة التجرينية. كبرات سمعتنا طبعا مترشتا مجلس زي بزعبان ايتي بروجرام هنا هدى للناس ولما انتي ان شاء الله مترشتا كما يرنا نورحي رمضان يعني وداخ قبل له كم يخوني مترشتا بدح رمضان كي انتهى لنا اعمال صالحه نقبره والنزال علم كما يرنا خير صالح انه كون زيتات حتتات من الشيخ محمد عبد الله نقربله وبعربية نسمع احنا زعبان يزيتات شيخ حسن سلمان. والآن إن شاء الله شيخ محمد عبد الله كردانايو بإذن الله أطبقوا فتفتوا بحول الله إن شاء الله. أو قدفنا لنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات أحواتن أحتن بكل كرنعات عالم دلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلنا نجر مجمرتا زلو مجرشتا اللو إذ الدنيا كله تريوا دلهم كجمر كله بسيدنا آدم وستنا حواء جميرو مجرشتو أدماني كله كخيريو ناب آخرانا كيدينا مالك. ስለዚህ እዚ ረመዳን ዚ ትማሊ ያአቱ አሎ ንብል ነርና حج ድማኒ ኣብ መጨረሽቱ ይخيد አሎ ኣብ መስንባት በጽሕና ዋህ الله مستعان እሱ ይኮነን ትጉዳይ ደሎ ከም ንሕናቲ ረመዳን ከአቱ ከሎ ከም ድውዳ እንፈልጥ ኢና ነርና ግን እንታይ ጌርና እንታይ ተጠቂምና እንታይ ስንቂ ሒዝና ካብ ረመዳን ወጽና እሱ ይዘረባ ደሎ حج ንሕና ንጽባሕ معلت طرحه حنت معلتي اتريفها هنا اب قلقل يعد دماني ندح الصباح وانا لهم عدل حجزا كلت معلتي ان منغو حنت معلتنا منغو قلت معلتني هذا لنا حراي انت حفتي انت حوي انتي تغمي وسيدكم كابز رمضان زي يا سلام انت حسكم وتيكم يا سلام رب العالمين مجمرتا صوموا قبلنا خلو ما انتن فره ربي أبلبهم كحدر تقوى الله كترخم انتاني يقبلنا هل بحكي فره ربي أبلبنا حاديرو ديو تسمعنا دو إذا قد دايزي كم تزدل يا رب العالمين لنا وسيدنا هذا الناس ولا كم تقد محجز تغيسنا هذا برنا كم لمدي كم أسنيحهم لنا أبوتاتنا ديتاتنا الكايخهم غير بوي يزو سدلو زي نا بوتاتنا نا داتاتنا الكازا رباز ولا قمنا غير يبلون يعني زوال حنت مكسبه بكاني جن اتي رب العالمين زلي ودو لو قداي نعو حزنان الحرب بحكي تسيمنا خوينا اما تشرشتا اتاي الوادو لو رب العالمين كن بصحينا قال يوسف انتهي مسلو ابزلع عليه درجه ناي تقوى عند حر زي بصحكو سني ولا حنتي ايتتقمكون الله يلو تسفا زقرط سب الله اذن ما بغزا رسو زي حقي يكونن لانه كل سب حد خون تأشمو حق خونا يكلني كل سب حق خونا حد خونا يكلني سب بالتفل عليه عينتي قال له بحقي ناس قداي زي يعني تقبلوه يعني تتقيموا له اما جرش تخلو ايمان لعل تسقيلو وتتقوى الله دمان قبل بو حديرو ازيد ما انت ايزرينا اما جرشتا كوصو خلصني نتنفسو مسرأيو تخونتات مسرأيو أفت مجمرتا زنبورن عبف للي غيرو
زي يزرع كان نوز فعلا زي سب تتقيمه قالوا ما كال سب هو تتقيمه جن كم تلكع لعلي درجاتي أي بتصحن قالوا ما خاوزي تحت قربتي قالوا جن اتزيت تتقمه بچرش ابطقم زي اتوي ازي ديصوم نيرو خون خيليو ديسجد زنبر خون خيليو كندي صيق زغبر زنبر خون خيليو نتي صوم سني كبريا ناتو خمان اهابون ولا باليت اهابون ازي كابزوم كنبلوم صنحنا بچرش وصيو سلازي كل سب حدا درجاهم كله سلازي رب العالمين اب جنة حنت درجه يقبران يعني كل رب العالمين بحد درجه اي سخعو مني رب العالمين زتفل عليه درجات غيره لمنتاي ما انت نزو كل سب نريو دلنا بب درجو كاتو ما انت اتم لعلي زبصحو لعلي درجه الفردوس الاعلى يرخبو اتم كاباتهم زتحتو ابتتحتيهم اتيهم زتحتو ما ابتحتيهم لتحت دماني اسلا ما يكونوا بزح تعشمو تكبار يبلون بزح حسنات يبلون جن افتز تحت الدرجات ما اي بلون اي كلاني لمنتاي رب العالمين قال اتيلناي اندحر توحيد ناي ربي حدنت ناي ربي امينو كاب شركي نحر رحقو ولا اب رب العالمين اب جهنم طبيسو تو نحر نغزيو نحر اتيو اما مچرشتا جهنم تاو اي ترفون سلازخوني سلازي بب تفلالي درجه كاتي مالتي سلازي رب العالمين لنا يعني ما انت نزو قداي زي بحقي تاشم كنت تقم انتان اتجنال ما بحق خنا اتوم انتان انما يتقبل الله من المتقين لنا ما انت نزي القبر دول قبلنا افتي تقوى افتي ناي صيام زي لنا دول او خنا اتوالنا اندحر بحق ان الصيام وسيدنا تقوى نحرقبنا ابزي امنا اتوالنا رب العالمين يقبل لنا له مالتي اندحر تقبل لنا دماني نجنا كاتونا هم هانو دما ازي رغوصيو سلازي يا جماعه الخير نفسنا نرأي حدي كمي نفسنا نريء لنا هل تغير يسمعنا دولو هل اتي ايمان ناتي ابلبي كزاور يسمعنا دو ولاس ولا حنتي كم تازنا بركوا قد محجي خما اي دولو كما تخوينا يعني اي تحازو ليد امبري اي تتقمنا مالتي لكن لا انا تغيري صلاه ناب صلاه اصبي يقرب له قيام الليل كلهم دو جميره اتي صوم كمان قد محجي دي صوم تنكو حجي اصبي لميدي يلخو اتي الملحسي يعقسو لخو تعيني يعقسالو تاذني يعقسالو ناب رب العالمين اتي قران قرأ كله لبي فتحتح يبلالو كوم انت نحكي معنا خوينو يعني لو تقدرنا تتقمنا له مالتي اتي درجه ولا ولا على تريكون جن ولا 10 خميتي يخلخه ولا 10 خميتي نحن تتقمنا اذا 10 100 خميتي دماني ابز زمصلو عمتات زمصلو ابز عمت زمصلو نعن حزنا سنكن دين نعن حزنا دخلنا سقاب تحدي رمضان زمص جن تاس مصلله 10 30 خميتي خبط بصح ما نقالسي كونا قبرنا ندا سرحنا ندانا دقنا نابزلع على درجه بصح هو ابحنت رمضان 100 خميتي تبصح يتخلني خا اي كالني لانه نزخ تبصح يعني تاشم حبي درجه ايمان كدلي كاي جن اندا سرح كان عمت اندا وسخ كان كيت كلها اما مچرشتا افتزدل يدل رب العالمين لعلكم تتقون نقول نبصح مالتي او تبصحنا دماني كمتي شيخنا قبل صلحي انما يتقبل الله من المتقين رب العالمين سلازي اتي كفلتاتنا يتوم سبات اكندي بزح كفلتاتنا اتو ابسل استخفلي رب العالمين مقيلهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ازي ظالم لنفسه من يزي نتي ام كركبهم ديك علي دخيمو حامقو معصيات التاليخو قربتي حسنات غيرو ابدي تحت درجه كوينو قال ولا كو تخونون رب العالمين رحيم سلازغوني ولا خم يدو خلون صباح نقول ولا قطيعو افتا دار الكرامه اب امتاو اي ترفوني جنة متاو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قال له لك انا ترب زازنا قبراي اتي رب زخل كلام ما خقد فوي خلاص زين يبلان دين يبصحان دين يبقى عن دين كمتي تعرابي مسيون سيدنا محمد تايلو يا رسول الله انتي فريد لنا رب العالمين زيان قال ايدلين يلو الا ان تتطوع لا له زين انا قال اتول كايلو كاب انا يقدلني اي وسخني انتي لو سيدنا محمد افلح ان صدق
دحر بحقي نحر أبيلوا زي مقتصد بهال أزد ما إن شاء الله وتعشون أما جرش الملكة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله زي أفتي عبي قددم أفتي عبي وددر أو زأتو أبلع لدرجة زبصحو سبات يوم مالتهم فقد ربي طبعا لا شك بإذن الله. أيوه سلازي يا جماعة الخير حجي جينا كلت معتي تريفنا ويحنت مع تريفنا لا أتي أبلاشيو خوينو تسمعوا صبوا أي قبلكم زالي لو مليت لها هكا صباح ما ملو معت لك اجتهد كتبتك على استخليخة قرو تيسن ولا خفتي زبلكاس قرو تيس كتركب ولا تخليخة ما أنتن اندحر أتي مجمتها ريتصبغي على الأقل أتي مجرشتها كتصبغ له إنما الأعمال بالخواتيم يا سلام والله المستعان. بارك الله فيك شيخ شيخ محمد طبق ركابري كنا الله يعطيك العافية. مشاهدي الأكارم كبرات سمعتنا فاصل يعني يشتم مساقا قراتنا كلمة لسكمنا سنعود إليكم إن شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها. هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدي الأكارم، عدنا بارك الله فيكم. شيخ حسن، تحدثنا عن أهمية يعني الحرص على قبول العمل، وتحدثنا عن علامات قبول العمل، وتحدثنا أنه لا بد من التقوى. الآن لو تعطينا نبذة عن ماذا ينبغي أن يكون للمؤمن بعد رمضان، وما هي الشرائع التي شرعها الله لنا لنستمر على الطاعة بعد رمضان. نعم، هو أول تكملة لما بدأناه كما تفضلت. يعني السؤال نفسه هو يذهب في هذا الاتجاه. هو بعد أن ذكرنا بأن الإنسان مهم أن يخرج بتقوى الله سبحانه وتعالى وتستمر هذه التقوى، الله سبحانه وتعالى يقول: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني كثيرا ما أتوقف سبحان الله عند قوله ثم اهتدى، يعني آمن، تاب وآمن وعمل صالحا، كافية ليس يعني تاب الإنسان وأقلع وآمن وعمل صالحا، ثم قال ثم اهتدى. لأن الإنسان سبحان الله يمكن أن يتوب ويمكن أن يعمل صالح ويمكن أن يؤمن، ولكن مؤقتا. سبحان الله، كلمة ثم اهتدى هذه جوهر عملية الديمومة والاستمرار التي نتكلم فيها. يا سلام. يعني لا بد إنه والله أنت كنت في رمضان على استقامة، على تقوى، على إيمان، على عمل صالح، على قيام، على صيام، استمر على ذلك. لازم هذا الموضوع لا تنقطع. فإن هذا معنى قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. ثم أيضا هذه الهداية التي حصلت لنا في رمضان لتكبروا الله على ما هداكم هي هداية. طيب. الله عز وجل من علامات أن هذا الشخص تقبل منه ويظهر هذا الموضوع في أعماله أنه والذين اهتدوا زادهم هدى. فالحسنة تجر الحسنة. يا سلام. حسنة تجر الحسنة. فالشخص الذي تقبل الله منه يزيده في الأعمال، الوجهة تحددت خلاص، يكون بعد كده ماشي في مسار أنه دائما نحو الخير. فنحن إن شاء الله ما بعد رمضان مطلوب منا أن نكون على هذه الهداية المستمرة، فأن نستمر على صلواتنا، وأن نستمر على استقامتنا، وأن نستمر على ضبط شهواتنا. وما أكثر الناس يؤتون من الشهوات أيا كانت، شهوات البطن، شهوات الفرج، شهوات كثيرة جدا. كذلك أن نحصن أنفسنا من الشبهات. أيضا هذه متاهة، يمكن الآن نحن في عالم للأسف الشديد المتاهات فيه الفكرية كثيرة جدا. أيضا أنت بحاجة إلى استقامة فكرية، استقامة عقائدية، استقامة إيمانية تتواكب مع الاستقامة السلوكية اللي فيها الجانب بتاعت الشهوات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سبحان الله. قل آمنت بالله ثم استقم. الدين كله. هذا معنى الهداية. هذه معنى الهداية. فأنت إذا استقمت على أمر الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله ستكون في ما بعد رمضان كما يقول بعض الدعاة: لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنحن مطالبون بأن نكون ربانيين، والربانية تقتضي الاستمرار والديمومة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الانقطاع. فمثلا طيب، هل ينال العبد حفظ الله عز وجل بما أن الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسبحانه وتعالى جعل رمضان مدرسة لاستجلاب التقوى، وما بعد رمضان يعني يطلق الشياطين وتفتح أبواب جهنم والعياذ بالله، فهل للعبد نصيب من حفظ الله؟ موضوع حفظ الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يعني على قدر الإيمان وعلى قدر تقوى الإنسان وعلى قدر الصدق الذي يكون لهذا الإنسان وعلى قدر إخلاصه يكون له نصيب من الحفظ. فالأنبياء نصيبهم من الحفظ أكبر من غيرهم. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بالله واستعصموا به. سبحان الله. نعم.
كل ما كان الإنسان أقرب إلى هذه الدرجة أنه مستعصم بالله سبحانه وتعالى، مستعصم برسالته، متبع لرسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر ذلك تكون العصمة. والله يعصمك من الناس. فإن طبعا أخذوا قاعدة على قدر البلاغ تكون العصمة. يعني كلما كان الداعية منطلق في البلاغ، منطلق في الرسالة، منطلق في الدعوة إلى الله، ينال إيه؟ ينال حفظ الله، لأنه ما من أمر وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان لأمته منه نصيب. كلام كبير. فنحن مثلا الذي يخرج في هذا من رمضان، وهنا أنبه إلى قضية مهمة جدا، أن مدار الأمر على هذا القلب. من الناس سبحان الله من يكون عمله قليل لكن إخلاصه عميق، خوفه من الله عميق، خشيته من الله سبحانه وتعالى كبيرة. هذا يبلغ بهذه الأعمال القلبية، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا. فأنت عليك أن تري الله سبحانه وتعالى من قلبك الصدق والإخلاص وإرادة الخير وحب الخير، ولا يرى الله سبحانه وتعالى من قلبك الغش والخداع والكذب والرياء والنفاق. فإذا استطعنا أن نصلح هذه القلوب فإن الله سبحانه وتعالى بلا شك سيجعل لنا حفظ، ويجعل احفظ الله يحفظك. فإذا حفظنا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، في جوارحنا، في ألسنتنا، حفظنا الله سبحانه وتعالى من الشياطين ومن النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس وشياطين الجن. فبلا شك سيكون لنا إن شاء الله حفظ بلا شك. يعني احفظ الله يحفظك. نعم. خلاصة الأمر احفظ الله يحفظك. نعم. يحفظك. شكرا فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذا البيان في هذه الجزئية، وتتمة هي للسؤال الأول. شيخ محمد عبد الله، سمعنا شيخ حسن بزعباء نيتي أعمال الصالحة بدح رمضان تاخم بخونه مدام لم تانا يزوين وسيخلو الشيخ حسن ياريت تنزبلا تترجم لنا سقع بطعم آيات ذكره وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تحط أنت كم يقر ناسي دحر رمضان تخنبل كم تزن برنا يا أبو رمضان. بزي الطراطر نصح زخن لبي حيزو زآتوي نبز خمزة مسألة ناي رمضان قداي نصح لبي صفوف نية حيزو زآتوي يا سلام. أما تشرشتا نتي قدايو كأتسألهم مخانو رقصيو يعني مالتيسي اتي عمل صالح جميل ودلسني كم نقصل تلي وسيخو أي قدلن كم مخانو إذا كان الراجع يسألنا. يا سلام. نحنا شجرنا قال له ناي رمضان كم زي فابريكا يكونن أتويل كخال انتين يركا غير قيرة بيلو تأشون خمس حدا عينة جرو كد مل كم يكونن رمضان إيماني أبزر رمضان زي تي إيمان بحكي رب دلي ودل حجرك أتنيا أنا هنا صفوف نصف تخينو مستي رب العالمين دلي ودل خن الرخب زبيل كويلو زاتو إذا بحكي تأشون لو تخركبيو كوتس كله خبر رمضان صفوف صوري كوين خوتسيو. يا سلام. أتي دمتصل دحر رمضان دماني أتنيا أنت أيدلو حجسني خلاص أخلني تخيل خيدي حجي أبناء هاجرنا تاريخايو دخلنا سب كيدو حججون حرمتيو قال أنا قرن حق بدله واي حججني أنا زي قبران انتهي خمس بلالو لأنه انتهي بلالو أنا حججة متأسني مز حججة له كأي كسامع نزخ قبر تخيل من قد حزي إزبلك الساعة أنا حاج دماني أبزان يا رمضان كتكوني زقبا كم هو رمضان كقبرنا خلو رب العالمين كصفافو صريو إزبلنا له كافتي كندير سحد لكم كافتي ديد اللي قد لكم تصريو نعود بالكم ألقيسكم تخلكم كيلو سلازي كم زا مثلا نيازو له إذا آية زي أزبلك شيخ حسن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا زي أنك قبرن كله دحر بصفوف نيا جيروان ثم اهتدى تخيل من قد حزيو. أما تأشون مجرد رؤيا أنا توبيتين دي توبيت قبل كله حجي اندحر أنا توبيتي إذا الله حجيك رمضان يأتوا له
جن أتي أبنياي رمضان مسوت أدمان أفتزنا والكم اللي سين حركوينو إذا ولا حنت جينا توبة أي بلن كم أيلو الله ولا وعمل صالحا مش لك ولا تسجد ولا تصوم ولا تبلي ولا حنتي أي تغيرنا لأنه إذا كله تجبر تقبل الله أتلب بن حديث أري أي ولا حنتي لو تيجي قبل كان مالك سلازي أتلب بن حد فيه ولا وانتو يأتي العمل وحط أخونا خمسة بلكة إخلاص نتسهلنا سلازي له رب العالمين بركة قبل له من قدي تخيل حز من قدي سبحان الله سلازي اندحر صباح عيد كبها كله كجمر كله اندحرتهم شياطين الجن وشياطين الجن وشياطين الانس كاسا اصلا حكينهم انت يقوم نغير غير كان مالتي انت فدات كنت رب العالمين كتامي كتصمم مع الدليلك رب العالمين كتقهر يدلك هذا له يعني قال لي يسب صلاه قد في جمر المصيبه هو اب درفن اب مستن كاتو جمر تخلو حماق زقدفو اب رمضان مسلسلات يمين خلاص يملس خلاص ودينا عباده يلو ابز خمس قرات انت تبون زياته مو نعم كويس ازي كم لمد غيرنا سلنوصل لنا كم بحلي غيرنا سلزودنا انت تبرميجان لا ترسنا انه رمضان كاتخلو اذا اخترفالو اذا متصالو خنسجدالنا نصومالنا اذا قبلو لا تبرنامج انت عايز بال صباح عيد كتبال كله افتزنا برنا امصو اذن راي اذن نبل صلاه تدي قديفو تلبي صريت مالك هو اي صريان بحقهم تتخون بالعكس اتي سب قيام الليل قلت وقالو تخيل تطويلك سجد مرأة خيو مش نحن ابتاشو ابناي صلاه مقدف هيكون عندنا حاجه تفردي لا اول ليله تكون كلها يعني نحن استوعبت هذا السبت من يوم ثبت ويتر قدفه كاي سجد ويتر يحدد خلاص لانه برنامج يغير يدله لكن بحقي كم زبلنايو بنتسهل بي زاتوي بالعكس اتحجي كبل كله اتنفسو تغيروا سلازريو سلازلو اتقداي ندابله ولا نصبحتو عيد ريخا عيد معلتي مش كلها تتصاوت تبلي هذا لا تا وردناتو تا قرانو اي قدفاني ريخا لغا كندي يصغر نيرو جزء دي صغر نيرو جزء اي قدفاني يا سلام كلترين سلسي قران تن سنتات سجدنا وري سجدن اتفردي كمتي بطبقي اب رمضان سجدنا وري سجدو لكن زي دائما تايو زي افتن تاشميا ثانيه سلازي حنتي قال على سيدنا محمد عليه السلام ايكونتن راغي صلوا لكن منكم مخان الشيخ الاسلام دائما دغاغمه ياتي على الناس زمان نيتهم خير من عملهم لانه نيان تيم منقلي نايتي تاشمو نايتو غدايتي ابزي انما الاعمال بالنيات لبن حرص اريو نيان حرص افيفو كله تزمصر له دحر رمضان صوري كوني ولو كم تعنتو يزبلكو 100 الان اي نبصح ده انبري على الاقل كافتيك عامز نبركو حجز عمل زيات ما حيشي سنتات دي سجد نوركو سنتات سجد لهو قران قدي فيز نبركو معلتي اي قدفكون كون اتي لوط تريها بنفسها كون نابل كون سلازي يا جماعه الخير اتي بحجوني دقاق مالهم اتي خمسهم لخبطه غيرهم زاتون حكونكا بحجي اتقداك غيرو حجون عدل على لوجينا لبخا اصري لبخا تصف كغيري ولا بزن كلتا معلت غيري الكا ابلك احدثك كان بحدش قصل ما انت دحر رمضان ناتاشو ختبل اما خمتي شاعر زبلون حتى ممكن كان مصيبه الكا رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقه تتوق الى مشتاقي انت ايمو انت اخ غير كام ولا حنتي بل بالعكس ذنبي بزياده ابلعلو والسكال لخا مالتي سلامه ويا خساره وزخل ربي يعني حق زكاه وزخل ربي سبحانه وتعالى عتيلك مشياطين انت ناب ربنا قد تقرب وجنان نخاتوكا نسخاز كله يا عجبك كان كم مدحيس كايو ودحر رمضان كاني ابتز نبركايو طنبولا حلكا عتيخا يا خساره زيهم كاني سيدنا محمد رقمهم شكرا شيخ محمد عبد الله بطعمينا مزقنا كان نسال الله العافيه والسلامه خبتم محسنين ربك برنا شيخ حسن باختصار الاعمال التي ينبغي ان يقوم بها العبد في نهايه رمضان من صلاه العيد وصيام 6 من شوال وبعض الاعمال الصالحه من الاستقامه وغيرها. حياك الله. طبعا نحن الان من هذه الليله يفترض أن ندخل في مسألة زكاة الفطر.
ونحتاج أن نتحرك فيها ونتحرى فيها المساكين ونوصلها كذلك ما أمكن إلى أصحابها حتى يستفيدون منها إن شاء الله، وهم أيضا من حصل كذلك صدقات تكفيه وأولاده ليوم وليلة وزاد فهو أيضا يدخل معنا إن شاء الله في الحكمة بالله من زكاة الفطر. نعم، طبعا الحكمة من زكاة الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمرين أساسيين. الأمر الأول فيها طهرة للصائم، أي أنها تطهر كل العلائق التي علقت بهذا الصوم من شوائب، من كلام زائد، من إشكالات، من نواقص. طبعا سبحان الله هذا شيء عجيب. أيوة، فجعل تكتمل العبادة. أيوة شوف سبحان الله، يعني مثلا نحن في الصلاة والحج وسائر الأعمال الطيبة في القرآن الكريم دائما تنتهي بالاستغفار. نعم، تنتهي بالاستغفار. الاستغفار كان عبارة عن الشيء الردمة اللي نحن نردم بها الناقص. نعم. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ابن القيم قال هنالك فجوة. صحيح. استغفر. هنا كأنما أقام سبحان الله مقام الاستغفار زكاة الفطر، ففيها طهرة. عجيب. فيها طهرة، لأنه فقط لو بدأنا نستغفر فقط من غير عطاء المسكين لن يستفيد في هذا اليوم. فأراد الله سبحانه وتعالى إنه والله لا أدخل معك حالة تفيد المسكين وتفيدك أنت أيضا في الصيام، لأن المقام مقام فرحة. مقام فرحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد أمرين، قال فيها طهرة للصائم وطعمة للمسكين. طهرة للصائم وطعمة للمسكين، فجعل المسكين يستفيد في هذا اليوم طعاما ليفرح ويستغني عن السؤال في هذا اليوم، لأنه بعض الناس سبحان الله قوت يومهم هو يوم رزق اليوم باليوم. صحيح. فأقل شيء في هذا اليوم يجب المسلم أن لا يكون محروما من الفرحة العامة التي تكون إن شاء الله المسكين نفسه يا شيخ حسن، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ المسكين إذا كان وصل عنده ما يكفيه وأولاده لمدة يوم وليلة ما زاد هو أيضا يتصدق، لأنه بحاجة أيضا هو نفسه. نعم، هو محتاج أيضا إلى الهدف الأول. أيوة، الهدف الأول. وقد يكون في من هو أسوأ منه. حتى الهدف الثاني قد يكون والله الصدقات لا تصل لكل الناس، فيكون هنالك مساكين أيضا تصلهم عن طريق هؤلاء، فيبقى هنالك حالة إغناء في الحد الأدنى، في إنه والله 24 ساعة هؤلاء المساكين والفقراء أغناهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة عن المسألة، وينشغلون مع إخوانهم الآخرين بالفرحة العامة التي تكون في هذا اليوم المبارك. فمسألة إنه أول نقطة الآن ننبه إليها أن نحن إن شاء الله نستعد لهذا الموضوع ونجهز ونحرص إن شاء الله أن نوصل هذه إلى ودخلنا الآن، يعني دخلنا تقريبا في الميقات الذي يفترض أن الناس تبدأ في إخراجها. النقطة الثانية أيضا نحتاج إلى الاستعداد ليوم العيد. بمجرد أن يتم رؤية هلال رمضان فسيكون إن شاء الله رؤية هلال شوال، لا زلت مع رمضان. فرؤية هلال شوال نبدأ مباشرة في شعيرة التكبير. نعم، مجرد ما يثبت يبدأ المسلمون يكبرون. نحن نأمل إن شاء الله إحياء هذه الشعيرة. هذه الشعيرة فيها سبحان الله بعد نفس عظيم جدا. يا سلام. كلما كبرت الله سبحانه وتعالى وعظمته كلما زادك الله عزة. يا سلام. ورفعة. وأثر هذا التكبير على النفس أثره عظيم جدا، فالناس ما تستحي منه. للأسف الشديد حالة الانكسار التي تعيشها الأمة تجدها الواحد منكسر لا يجرؤ حتى أن يعلن التكبير. عبد الله بن عمر كان يعلن به في الأسواق ويكبر في الأسواق ويكبر المسلمون معه. سبحان الله. فكبر وأنت داخل إلى البيت، كبر وأنت خارج إلى المسجد، كبر وأنت داخل إلى الأسواق، كبر وأنت في متجرك. شعيرة التكبير هذه من الليلة، خصوصا هذه الليلة هي ليلة واحدة اللي بيحصل فيها كل هذا، لأنه ستتوقف عملية التكبير تقريبا مع صلاة العيد. ثم بعد ذلك نبدأ في مسألة إن شاء الله الاستعداد لصلاة العيد ومقدماتها بطبيعة الحال، من غسل يغتسل الإنسان ويتطيب ويلبس أفضل ما عنده ويدخل الفرح على أولاده بطبيعة الحال في هذه الليلة، أيضا أن يوسع عليهم في المأكل والمشرب والملبس ولا يضيق عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي نفس الوقت سبحان الله هذا العيد ميزته الأعياد عندنا تتسم بالشعائرية وتتسم كذلك بالمباحات. الشعائرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المباحات أيام أكل وشرب، قال وذكر لله. فالشعائرية تتجلى في الذكر والمباحات تتجلى في الأكل والشرب والفرحة
فنحن نحاول أيضا هذا العيد أن نجعل فيه إن شاء الله هذه السمة بارزة، سمة أنه ليس تنسكا محضا. لذلك لم يشرع فيه الصيام، يعني يوم العيد يحرم المسلم أن يصوم فيه. لماذا؟ لأن الله يريدك أن تأكل وأن تشرب وأن تفرح مع إخوانك، وأن يكون هنالك فارق ما بين رمضان وما بين يوم العيد. هذا الفارق أنه أنت والله خلاص خرجت الشعيرة يحرم صيامه، يحرم الصيام. عجبا. لاحظ سبحان الله كيف تتحول الطاعة، الأفضل طاعة كنا فيها في شهر رمضان، مجرد ما يدخل العيد إن مارستها تتحول إلى معصية. وهذا معنى العبودية، هذا معنى العبودية لله سبحانه، طاعة لله، طاعة لله، تطيعه. قال لك متى ما قال لك كل تأكل، ومتى نعم. ما قال لك امسك عني الطعام نعم. امسك. فهذه على كل. ثم بعد ذلك إن شاء الله يذهب الناس إلى المصلى، وطبعا معروفة يعني صلاة العيد، لكن مهم أن ننبه إلى أن الناس يعني السنة أن يصلون في الساحات العامة. طيب يا شيخ حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. هل الفرحة هنا الآن بدخول العيد تتماشى وتنطبق مع هذا الحديث؟ نعم، الفرحة هي الفرحة الأولى نفسها فرحتان أو أكثر من فرحة. هي الفرحة اليومية التي تكون مع كل فطر، مع مغرب، مع كل مغرب سبحانه هو يفرح. نعم. يفرح لأنه أكمل يوما في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لما يكتمل المجموع، لأن بعض الناس سبحان الله لا يكتمل له ذلك فتنقطع الفرحة. يعني بعض الناس قد يقبض الله روحه في منتصف الشهر، فأنت سبحان الله لما تكمل الشهر. وهنا طبعا أنا أنبه سبحان الله موضوع الشهر، لما الصحابة رضوان الله عليهم أخبروا عن رجلين أحدهما مات بعد الآخر وكانوا أصدقاء، فقال الآخر هذا الأخير دخل الجنة قبل الأول. قالوا وكيف؟ قال ألم يصم معنا رمضان وألم يصلي طيلة هذه الفترة؟ فهذه سبحان الله من نعم الله عز وجل أن يمد لك في العمر، وأن خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. فهذه الفرحة الأولى، ثم تكتمل الفرحة الدنيوية في إنه والله أنت تكمل رمضان وتدخل إلى العيد، وهذه بلا شك فرحة عظيمة وفرحة كبيرة. ثم الفرحة الثانية نجد أيضا التكبير يا شيخ حسن دائما يشرع في مناطق الفرحة. نعم. يعني من كان ينتصر الصحابة كانوا يكبرون. صحيح. نعم. وإذا رأوا شيء يفرحهم كانوا يكبرون. نعم. والآن شرع على الله أن تكبر الله مع فرحة، فهي تعبير عن الفرحة. تعبير عن فرحة. نعم. تعبير عن فرحة، وتعبير كذلك عن التعظيم لله سبحانه وتعالى في نفس اليوم، والاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدخل على كل في موضوع الفرحة في هذا. شكرا. وهذه أيضا سبحان الله من اللذة، أو من ابن تيمية عنده عبارة جميلة يقول لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الله. هذا النوع من الفرحة هي البشارات المقدمات العاجلة. فكثير من الناس سبحان الله يجعل الله له بشرى، يجعل الله له بشرى في هذه الفرحة سبحان الله تفرحها. هي شيء بسيط جدا من الفرحة الكبرى إن شاء الله التي ستفرحها عند لقاء. شكرا فضيلة الشيخ حسن سلمان. شيخ محمد بن عبد الله، سمعنا شيخ حسن انت خمس بلبو كما يقولون مرد أمنا بزعباء دحر رمضان انتهي يزقبر كاب زكاة الفطر تحيزو قصة صلاة العيد كما يقولنا خمس سجد بزعبانا تكبير بزعبانا تأشخل ورد أمنا بتقرن ياقركم كتردنا خاني بعل ملوء تسفاه. على كل حال رب العالمين سبحانه وتعالى كم تقدمنا تزاربنا يو خير دليل الناس لزخوني تي أفتي صومنا دماني بزح بدلت يركب سلزخوني رب العالمين إذا كله تقاليسنا إذا كله تقاينا مأنتن تي تزقبرنا يو قدول خوينو خيركب مأنتن رب العالمين سبحانه وتعالى نعو مسففن مسرين محسبين غيرنا سبحانه وتعالى. يا سلام. الزي محسب زدماني كم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما زوله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يا سلام. نعم. وطعمة للمساكين. من اللغو والرفث. زي دي زربا. أيوة. وحماق زربا. أيوة. لأنه نحن تي بحرياتنا هنا كم سب نزار بنا حسا ملحسنا أبديد اللي أبتيو
حنسا عيننا نابكال يتمتيو كوس لو زخونه رب العالمين تي غداينا يفلطو لو زخونه انعو ابشروا جهم اتي دغبركم ما انتم غدلو خاينو خايبل منتان بزي مصري محصب غيركم هلخو ازيا زكاه الفطر اوطوا نعاخد غبرو خلهم دماني نتوم احواتكم زغدلهم نتوم احواتكم زي رخبو دماني نعاتهم معنقلي كخونم ابز معلتزي كيدوم كلموني يكونون كيدوم چنن كبلو ايكونون رب العالمين سون كم غيركم ما نعاتهم اغنوهم الى عليه الصلاه والسلام مالك تمام سلازي ان انت ايز قبل دير مسلكا ابز غداي زي اتزكاه الفطر كنوصو خلنا سؤالنا خمس صندوق كنبلو يبلنا كنوصو خلنا كابلبنا خوصالو نزو غداي زخردانا له اتي نوصو دلاسن منتا انا نوصو دلنا سمعنا له قدامي تتقامي اسخاخا يا سلام اسخاخا تقمن عخاي طرحنا تيوم تهبم دلخاي مسلكا لا قدامي تتقامي اسخاخا اسخا تقم دلخا اتي كندي تتاشون زغبركايو نعو مصري غيرلكا رب العالمين ان كل خاد مالته محوتكا تحغزو سلازي كنوصو خلنا تتخايلو بايدنا كنهبم بعنا خنبصحلهم زبلصن زحاشي تدي كوني كنوصو خلنا بملؤ لبنا نتحغسنا رب العالمين يصريلنا له رب العالمين حاجزنا حواتنا غيرلنا له إلنا خم غيرنا دماني نحنا كنهو لنا سلازي زكاة الفطر كنوصل لنا قبل ما يتجمركا كساب تاشم طبعا زكاة الفطر كلتا غيزي الله غيزي ناي زبلص غيزي الله امونغو صلاه العيد وامونغو صلاه الفجر الله ازي زبلص غيزي انت تخايلو انت ري تخايلو دماني قدمي عيد بحنت معلتي وي كلتا معلت دماني كنوصو نخيلنا مالتي اهم شيء كنوصو خلنا كم زبلكو سؤالكا مسنداو كون يبلون كمزي اب حقوقها تسكيم كايو غلي كتبلو كتراغفو دلي كومو خون يا لا نتحغسنا كنبصحو علنا مالتي صباح عيد كبهال كله طبعا تاشمو تاخر ليله تاشموناي رمضان كافتن زبلصا ليالي يوم ليله الجائزه ناي بلچا زبقلو يشعو سلا سيدنا تاشم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام زاليت بزبلصت الله قال لهم سبولو ليله القدر يا رسول الله يلو حاتيتهم لا ليله القدر هيكونت لهم الله تايد الله يلوم سرحتنيا اندحر ملؤ ورخ سرح قنيو الله انت يتصبيا مጨረشتا ما هيو تصبي حج زاليت زي ادماني اتي بلچاتات رب العالمين زعدلو شعو ليتيو نخلهم غيريو سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم سلازي كم زبهال رب العالمين كل ليله مش ناصا كاب جهنم كندي سبات يوص كندوم زخون دماناي زخلو تاشمو دمان ام مጨረشتا دماي سبحانه وتعالى دماني ناصا دماي بزحي يوص سبحان رب العالمين رحيم احنا زخلو تغبان ريو دلنا نعنا خير يفتول الناس لزخوني رب العالمين اب جهنم كاتو كحد خبنا ايدليني نحنا دالنا امبيلنا نحنا نبل لنا بري رب العالمين ابدا كل زيتات زغبرو دلو ما انت نصبح نغو حماق يعني تاشمو غداي كاي غوانفنا راسنا دنين لنا ططو كاين بالمنتان ناب جهنم وسدو خاين بهال منتان از كله غبرلنا له سبحانه وتعالى على كل حال زكاه الفطر حجكم غيركا يعصو صباح عيد تتباهلوا خلاص هاي عريبه موت تا ورحي ترايا صباح عيد اختبال كلها قدما ينجر كنحغوس علينا بتاع حغوس كسمعنا له لانه الزخل ورحي تقالسنايو رب العالمين اي بلنا اي تفعلنا حافظلنا عدمينا دماني كساب ابز غزي دماني اصنيحو اي موتنا الحمد لله وطعنانا دمان ملو طعنانا هيبنا كنصوم كيلنا نعم ريخ لها وهدينا لانه قالوا قاليهم سبات بتعنهم كله بهوتهم كله ديصوموا سبات الله لكن رب العالمين هدينا ما انتن كنصوم لازم نقد حزنا ابزي درجه سلازم نحقوس علينا بحقي حقوس كسمعنا له حقوس تسمعنا دما شعو كمتي تمالي زبلنايو رب العالمين مسغانا خنبصحلو تخوينا ابلبنا كسمعنا له اب ملحسنا كنزاربولو لنا ودحراي ما بتكبرنا ما نقبرنا شو انت كنقبر كم تشخنا قبل صنحي
تكبيرات الله أكبر لنا شعور جمر أزي أبزي مشارش تاجي بتحين هذا لنا كلها أسكت تبللا كم أي جباني دا كبرنا خنقاتنا أبجزانا خنقاتو خلنا أبشوق كيد كلنا أب من قدم كيد كلنا نابع أختنا خن الرخب كلنا أب تعشم أبزي تعشم دا شهيد نحن كوف كلنا تكبيرات تكبر حدا يخجم تجميره كله تكبير كبر أسلامي دحين تعدد اليوم حدا كربيت قالوا شدت زبلوا لي تصبين مري كله كبير خيلي والحنتي سلازي سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما كلتيهم زيهم أبشق وندا وردوا تكبيرات قبروا نيرهم ما أنتم أبشق دلوا نعاتهم سمعهم تكبيرات قبروا كم غيرهم تكبيرات قبروا سلازي هذه التكبيرات زي رب العالمين السوء بعلو كم قبروا سلازي بلنا ودحراي ناي سمعت لبنا كانوا نزفوا سلازي خوني إلنا رب العالمين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم رب العالمين من قد حبركم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا حنتي أبي لكن رب العالمين هدينا من قد حزنا امنا ودينا سلازي تكبيرات نقبر تكبيرات طبعا كساب اتي إمام صلاة العيد زبل سقاب شعوب تكبيرات هلو تطوكم اللي يقولون بطبيعة الحال مصدقها خيدكا تراخب متيخا أكندي كمتي معلتاوي سؤالك أتولكا كفتبل كيد كان متيخا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير كان تهنئتنا قبلك ناس عامك دقخا نديخا نحرا الله خوينا أبوخا نحرا الله خوينو أحواتك أحدك كل سلام داولك أتي استبشار سني أبقتنا كالرأي اللو كمتي لمود فلوت حدش كده وانت تقراري بيدلو فجري مسكونة نفسنا تحاسبنا جانانا تلخينا كداونا تخلينا كل وقت كلنا تمري زين كبلع دليل الله حجي بس دحان حجي زي يكونن شروع تمريخا سلست خوينو حمش تخوينو حنت خوينا وتري اما غيركا بلعب بيلكا شوعات تقبر دحان ما شاء الله بلعك نمنتا يا خا تبلع دلخا انه لو ما انتي ايصوم مني كتكيد كل خنا في مصلى سني أميخا كتكيد بالكان سبحان الله بلعب بالكات تخيل من تاي إذا لو معنتي لو معنتي ناي فطريو ناي مصوم أيكون سلازي شغلنا تيلكا مع التعيد محرمي لا يجوز مع إنه تمالي قربة لله كتصوم لك حجي ما قربة لله كدماني تفطر الله أفترك تخيد تكبيرات نقبل كتخيد أفتو مصلى مسكرك تكبيرات تقبل صلاة العيد كسجديو دحر صلاة العيد خطبة له سمعك شعور نتوم كل ما سلامة ودلو كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أحواتنا نحن حدا أكالنا كوت بايلنا شعور كمتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفلتوه بحدا من قد تمسيخا بخال من قد غيركا تملاس كم زبهال لأنه ملائكة أبز من قدتات نزي قداي زخري ويلهم أبزي مريت ألو سلازي خو ميلنا ما خو مقيرنا الملس نجازاتنا الملس ندقنا نبلعهم نستيهم مطعم داخل توزهم مطعم توزهم فليز بلا بالعدها تمصالهم نايعيد داخل توبهم كنديت وسني لك 5 سنتيم قدم حدي 200 تريب كايوم ولا قرص ايبلو خانيو كون دا غبركا ندقخا تبلهم ملو معلتي تحويسكا تصاوت نحرا له خو تصاوت لانه زي معلتي زي عيدناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبجزا خفيلهم تنكلت أوالد مستنا عائشة رضي الله عنها بدفنا قبرا يتصاوتها يبلاني يعني يدفاني يعني عيد معلتين يرو هو عيد معلتين يرو سيدنا أبو بكر تاي تبرع الله غير خير يدفهم يدفن يصير معلتي عيدي وخموين دكنا دماني كتصاوتوا لليوم كدك الزنا والد دكنا خسع سعادة لين كبلاتن لا ما لأنه زمعتي زي بحقي حقوسيو نمنتاي كم زغيركم انك هو خبها لي يدفهم خليهم فصحى طبعا مسعود ماني هو نتحقوس كبها كله معصيه كاتو يبلون يا سلام درفتات موسيقى نغبلكا تبرج سبيت خاون دقخا نغبلكا ازي رب العالمين بتي رب العالمين زفقدلنا اغباب وسو يزبزحي بوغيرنا نحقوس ملؤ معتي صبوا معتي نوعل مالتي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال تقبل الله. مشاهدي الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم بل زدنا عند الوقت المحدد لنا. أسأل الله تعالى
أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن نكون من الفائزين في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم. نسأله سبحانه وتعالى كما يجزيه بنا يوم القيامة الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى بنبينا الكريم، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته حتى الممات. حتى ألقاكم في برامج أخرى مشاهدي الأكارم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن أنسى فلا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل الشيخين الجليلين الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد بن عبد الله، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. كما أشكر أيضا إخواني في الكنترول على ما قاموا وجهزوا وتابعوا وقدموا لنا هذه الخيرات، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الأكارم مرة تكرارا وإعادة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،